اعلى واقوى لابتوب ورك ستيشن تقدر تشتريه في مصر في الوقت الحالي من حيث كارت الشاشه، واعلى لابتوب فعليا للبرامج الهندسيه والالعاب. وهنا انا مش ببالغ لما اقول لك ان ده هو اعلى لابتوب نزل، لان فعليا الكارت اللي موجود في اللاب اللي معايا هنا هو اعلى كارت شاشه نزل لحد دلوقتي اصلا في جهاز ورك ستيشن. واللاب اللي انا بتكلم عنه هو الديل بريسيشن ال 7740. اللاب ده فعليا بيقتل اي جهاز تاني ممكن يتحط في مقارنه معاه، لان مفيش اي لابتوب تاني في نفس الفئه السعريه بتاعت الجهاز ده ممكن يديلك نفس الاداء اللي الجهاز ده بيقدمه لك. وده اللي خلاني اختار اللاب ده كلابي الشخصي الجديد، لانه بيقدم فعليا اعلى اداء ممكن في فئه سعريه استحاله انك تلاقي لابتوب تاني في نفس الفئه بيقدم لك نفس الاداء او حتى اداء قريب من اللي الجهاز ده بيقدمه لك. عشان بقى ما اطولش عليكم كتير، خلينا نبدا في الفيديو بتاعنا. نبدا سريعا كده بمواصفات الجهاز. الجهاز بيجي معانا بمعالج انتل كور i7 9850 اتش 7، وذكرت المعالج ده في لابات تانية زي الزد بوك جي 6 والديل بريسيشن ال 7540. الاثنين كانوا بيجوا برضه بنفس المعالج. ده معالج زي ما قلت قبل كده بيجي ب6 انويه 12 مسار وتردد تيربو 4.6 جيجا هرتز. بالنسبه للهارد والرامات اللي بيجوا في الجهاز هنا، فالجهاز جاي لي بهارد 512 اس اس دي ام.2 NVMe، والرامات جايه لي هنا 32 جيجا دي دي ار 4. بالنسبه لحته قابليه تطويرهم، فانت هنا تقدر ان انت تضيف لحد 4 هاردات اس اس دي ام.2 ولحد رامات 128 جيجا عاديه او 64 جيجا اي سي سي ميموري. ودي انا هتكلم عنها في اخر الفيديو للناس اللي عايز تعرف ايه هي الاي سي سي ميموري عموما. وعارف ان في ناس هتسالني برضو على نقطه هل اللاب ممكن يقبل اتش دي دي ولا لا، زي ما احنا متعودين في لابات الورك ستيشن كلها بتاعه ديل اللي من اول الجيل الثامن فيما فوق كلها بتعتمد على حته البطاريتين. لو بطاريه صغيره هتقبل عادي هارد اتش دي دي، لكن لو النسخه اللي بطاريه كبيره ساعتها مش هيركب لها غير هاردات اس اس دي بس. وهنا زي ما قلت انت تقدر تركب لحد 4 هاردات ام.2، واللي كده زياده اصلا بالنسبه لنا احنا الكلام ده لو شركات ولا كده، لكن بالنسبه للمستخدم على عادي هو اخرك خالص هاردين. زي ما انا مركب مثلا، انا هنا مركب هاردين اس اس دي كل واحد فيهم بمساحه 1 تيرا. انت ممكن تركب هارد 1 تيرا او هارد 512 على حسب المساحه اللي انت بتحتاجها. واللي على فكره في ناس كتير ما تعرفش النقطه دي، بس المساحه ملهاش علاقه خالص بالسرعه. انت ممكن تجيب هارد 512 اس اس دي يكون سرعته اكبر من هارد تاني اس اس دي مساحته مثلا 1 تيرا. فانت بتشتري الهارد لو انت السرعه مهمه بالنسبه لك، اتاكد انك تعرف سرعه الريد والرايت بتاعه الهارد اللي انت هتشتريه، وقارن بين الهاردات المختلفه في سرعات الريد والرايت بتاعتها، بحيث ان انت تعرف انهي فيهم اللي هيكون اسرع. لكن المساحه ما بتاثرش خالص على سرعه الهارد. بالنسبه لكارت الشاشه، واللي يعتبر اعلى كارت شاشه تقريبا نزل لحد دلوقتي في جهاز ورك ستيشن موجود هنا في مصر، وهو الانفيديا الار تي اكس 5000. الكارت اللي بيجي بمساحه 16 جيجا برامات جي دي دي ار 6، واللي هتكلم قدام عن الاداء بتاعه وبيعادل ايه في كروت الشاشه بتاعه البي سي وكروت الشاشه بتاعه اللابات. ندخل بعد كده على نقطه الشاشه، واللي الصراحه فاجئتني في الجهاز ده لانها بتقدم مميزات حتى كل اجهزه ديل اللي انا سبق وذكرتها قبل كده. وكنت كده بشكر في شاشات الديل، والناس اللي متابعاني عارفه ان انا عاشق لشاشات الديل عموما في اجهزه الورك ستيشن، لانها بتقدم كونتراست ممتاز مع تشبع الوان مظبوط. شاشات انا من زمان وانا بحبها، بس الجهاز ده بقى اللي بيميزه اكتر ان انت هنا واخد رقم واحد شاشه 17.3 انش بدقه فول اتش دي، وده اللي احنا متعودين عليه عادي. الشاشه هنا الترا شارب، البانل بتاعها اي بي اس، برده كل ده متعودين عليه في الاجهزه اللي زيه والاجهزه اللي اقل منه كمان. بس اللي مش متعودين عليه بقى واللي الشاشه دي بتقدمه، وهي انها جايه بتغطيه 100% اس ار جي بي، ودي حاجه شبه مستحيله انك تلاقيها في لابتوب تاني بيجي بنفس الفئه السعريه بتاعت الجهاز ده، وبيجي كمان بنفس باقي الامكانيات اللي الجهاز ده بيقدمها لك. فالشاشه اللي موجوده في الجهاز هنا هي تعتبر اعلى وافضل شاشه تواجدت في الفئه السعريه اللي جاي فيها الجهاز ده، ومفيش اي جهاز تاني فعليا في نفس الفئه السعريه هيدي لك شاشه افضل، الا بقى بعض موديلات اجهزه هواوي الجديده اللي ما بيبقاش فيها لا كروت شاشه خارجيه، وبتكون كده اجهزه بيزنس، بس هي بتكون اجهزه كل اللي بيميزها شاشه. اللي هتلاقي بقى حاجات شاشات مثلا 13 انش اوليد 3K، في حاجات في الفئه السعريه بتاعت اللاب ده عادي وبتكون الشاشات افضل، ولكن زي ما قلت بتبقى اجهزه بيزنس لا فيها كروت شاشه خارجيه ولا معالجات تستحمل الشغل اللي الجهاز ده هيستحمله. بالنسبه للمداخل والمخارج بتاعه الجهاز، فهي بالظبط اللي انا ذكرتها في المراجعه بتاعه الديل بريسيشن ال 7730، واللي الفيديو بتاعها هيطلع لك في الاي دلوقتي فوق. ما تنساش ان انت تتفرج عليها، هسيب لك برده الرابط بتاع المراجعه دي تحت في وصف الفيديو ان انت تتفرج عليه، عشان لو انت عايز جهاز في فئه سعريه اقل شويه وبرده يقدم لك معظم المميزات اللي موجوده في الجهاز ده، فاتفرج على ال 7730 اللي يعتبر الفيرجن اللي اقل من ده على طول. المداخل ومخارج سريعا كده، انت عندك 3 يو اس بي 3.1 جين 1 مع 2 يو اس بي تايب سي اللي هم الثاندر بولت 3، معاك مدخل اتش دي ام اي، مدخل ميني ديسبلاي بورت، ومعاك مدخل اللي هو اللان والاس دي كارد ريدر. بالنسبه للبطاريه بتاعت اللاب، فبرضه زي ما ذكرت قبل كده بيجي منها النسختين، النسخه الصغيره ال 64 واط اور والنسخه الكبيره 97 واط اور. اللي معايا انا هنا هي برضه النسخه الكبيره، واللي على فكره انا دورت كتير جدا عند معظم المستوردين عشان اسال هل في البطاريات الصغيره موجوده، لقيت ان للاسف كل الاجهزه اللي موجوده عندهم موجوده ببطاريات كبيره، ودي حاجه بالنسبه لي انا كويسه، لان كده هارداتي كلها بتكون اس اس دي، فمش محتاج الهارد
هارد الساتا، والبطاريه الاكبر هتكون مساعداني اكتر. ولكن في ناس انا عارف ان هي بتحتاج ان هي تركب هاردات ساتا مثلا في الجهاز، فمش هيفرق معاها قوي لو البطاريه هتكون اصغر. وفي ناس طلبت مني ان انا احاول اوفر لهم بطاريه صغيره، بس للاسف انا دورت عند كل المستوردين اللي اعرفهم ومفيش ولا واحد منهم فعليا عنده جهاز موجود فيه البطاريه الصغيره. انت هنا النسخه اللي البطاريه كبيره اللي موجوده معايا هتقعد معاك متوسط 3 لحد 4 ساعات تقريبا، وده طبعا لان استهلاك الطاقه بتاع الامكانيات اللي موجوده في الجهاز ده اكتر شويه واتقل شويه من الفيرجنات اللي قبل كده. عندك مثلا كارت زي الار تي اكس 3000 اكيد مش هيستهلك زي اللي بيستهلكه الار تي اكس 5000. الار تي اكس 5000 استهلاك الطاقه اعلى، وبالتالي طبعا المده اللي بتقعدها البطاريه هتختلف من ال 77 40 لل 77 30 لل 75 30 او ال 75 40، مع ان كل الموديلات دي بتنزل تقريبا بنفس البطاريه ونفس حجم البطاريه، بس الوقت اللي هتقعده معاك البطاريه دي هيختلف من جهاز للتاني على حسب الامكانيات اللي جواه. وبالنسبه للشاحن اللي بيشحن بيه اللاب فهو شاحن 240 واط، واللي باكد تاني على نقطه ان لازم يكون وانت بتشتري تتاكد ان الشاحن اوريجينال، عشان اللابات الورك ستيشن بالذات لو الشواحن كوبي مش بس ان هو ممكن يبوظ البطاريه ولا ياثر في دايره الباور، اعرف ان انت كمان هتبقى شاري لاب ملوش فعليا لازم انك تشتريه، لانك بالشحن الكوبي عمرك ما هتاخد الاداء الحقيقي اللي المفروض ان الجهاز يقدمه لك. فلو الشاحن الاوريجينال بيديك مثلا 60 فريم في لعبه، اعرف ان الكوبي بالكتير قوي هيديك ال 40 فريم. ده غير بقى المشاكل اللي سبق وذكرتها قبل كده في ان انت ازاي تعرف تفرق بين الشواحن الكوبي والاوريجينال. الفيديو اللي هيطلع لك برده في الاي دلوقتي فوق الفيديو هيعرفك ازاي ان انت تفرق بين الشواحن الاوريجينال والشواحن الكوبي، وهيعرفك كمان على المخاطر بتاعه الشواحن الكوبي. وزي ما ذكرت في الفيديو ده ساعتها ان الشواحن الكوبي ممكن تبوظ لك دايره الباور بتاعه الجهاز وتبوظ لك البطاريه، ده غير ان الشواحن نفسها بتكون عمرها الافتراضي قصير، وكمان زي ما قلت مش بتخلي الجهاز يديلك الاداء الكامل بتاعه. فتاكد وانت بتشتري انك بتاخد الشاحن الاوريجينال. بالنسبه للوزن والخامات بتاعه الجهاز هنا، فانت عندك الجهاز بيجي بوزن 3.1 كيلو جرام، اخف من ال 77 30 بحوالي 200 جرام تقريبا، واللي على فكره ده كلام على الورق بس، لكن لو جيت تمسك الجهازين جنب بعض هتلاحظ ان الاثنين هم بنفس الوزن، مفيش اي فرق بينهم. وانا كواحد كده كان موجود عندي الجهازين، فانا قررت امسك الجهازين واشيلهم جنب بعض، ولقيت ان الاثنين فعليا نفس الوزن والحجم هم بالظبط، مفيش اي فرق ما بينهم. فالكلام اللي على الورق ان ال 77 40 اخف، الكلام بقى الفعلي ان الاثنين بنفس الوزن اللي هو تقريبا بالبطاريه الكبيره حوالي 3 كيلو وربع تقريبا، ده طبعا من غير الشاحن وزنه بيكون حوالي 700 جرام. وبالنسبه للخامات بتاعه الجهاز، فانت عندك الجهاز بيجي من الحواف بتاعته كلها، والظهر بتاعه اللي بيكون من تحت بيكون كله من المعدن، ولكن من فوق ومن جوه بيكون كله من البولي كربونات. والخامات بتاعته بصراحه قويه جدا. في ناس تقارن يقول لك ان الزد بوك معدن، انا عايز اقول لك ان الزد بوك هو معدن، بس الخبطه اللي هتاثر على الزد بوك هي اللي هتاثر على الدل، والخبطه اللي هتاثر على الدل هي برضو اللي هتاثر على الزد بوك. الخامات بتاعه الجهازين قويه، والجهازين هيتحملوا نفس الصدمات بالظبط. سيبك بقى دلوقتي اتفرج على الاداء بتاع الجهاز وارجع لك في الاخر عشان اقول لك السعر والتقييم النهائي بتاعه. Another one! It's so jiggly! The hallmark of a slothful foe! Everything okay over there? Will nearly got himself eaten by a blob or something. Should've heard him squeal. You must fight with dignity, Peter Quill. Or at least die with it. Not funny! بعد ما شفنا ده الجهاز وان هو ازاي يشغل تقريبا كل الالعاب العاليه على الترا سيتنجز معديه ال 60 فريم، انت عندك سايبر بانك، عندك جوست اوف تسوشيما، عندك العاب تانية كتير تقدر ان انت تشغلها على الترا سيتنجز هتعدي معاك ال 60 فريم مستريح. حتى لو ما شغلتش تقنيات زي الدي ال اس اس هتلاقي برضه انها معديه ال 60 فريم، والعاب تانية زيهم كتير. بس انا هنا مجرب يعتبر 2 من اتقل الالعاب اللي نزلوا لحد دلوقتي. طبعا انا دلوقتي في بدايه الفيديو قلت لك ان انا هقول لك الكارت ده بيعادل ايه في كروت البي سي وكروت اللابات، وليه برضه انا ذكرت في اول الفيديو
الفيديو ان مفيش اي جهاز تاني هيديلك نفس اداء اللاب ده في نفس الفئه السعريه بتاعته. اول حاجه انت عندك بالنسبه لو هنقارنه بكروت البي سي، فالكارت اللي هنا هيديلك نفس اداء بالظبط الار تي اكس 3060 نسخ البي سي مش نسخ اللابات، لان خلي بالك ان نسخ اللابات اللي هي الار تي اكس 3060 ادائها اقل من الار تي اكس 5000 اللي موجود معايا هنا. يعني الار تي اكس 5000 اعلى من ال 3060 بتاع اللابات، ولكن نفس اداء ال 3060 للنسخ البي سي. طب يعادل ايه بقى في كروت الشاشه بتاعت اللابتوب؟ انت عندك الار تي اكس 5000 اعلى بحاجه بسيطه عن الار تي اكس 4050 بتاع اجهزه اللابتوب. ال 4050 بيقل حوالي 5 او 6 فريمات تقريبا عن الار تي اكس 5000، مع ان الار تي اكس 4050 ارخص جهاز منه بينزل بحوالي ال 44 او ال 45 الف جنيه، في حين ان متوسط سعر الجهاز ده في السوق المصري في الوقت الحالي حوالي 36 الف جنيه، او اللي بيعادل حوالي 730 دولار تقريبا. ده بالاس اس دي ال 512 والرامات ال 32 جيجا، واللي زي ما قلت مفيش فعليا اي لابتوب تاني في نفس الفئه السعريه بتاعت الجهاز ده هيدي لك الاداء بتاعه. والله حتى لو طلعت لحد ال 40 الف جنيه برضه مفيش لابتوب تاني هيديك نفس اداء اللابتوب ده. واول لابات هتديك نفس اداء اللابتوب ده هتبدا معاك من اول ال 46 الف جنيه فيما فوق. قبل اصلا ننهي الفيديو خلينا اشرح لك سريعا كده يعني ايه اي سي سي ميموري. الاي سي سي ميموري ده نوع من انواع الرامات. انت عندك الرامات بتكون يا اما نون اي سي سي او رامات اي سي سي. النون اي سي سي هي الرامات العاديه اللي بتكون موجوده في اجهزه اللابتوب، انما الاي سي سي ميموري او رامات اللي من فئه اي سي سي دي رامات بتمنع الايرورز اللي ممكن تجي لك في الويندوز. احنا كلنا عارفين ان اي سوفت وير في العالم الاكواد بتاعته بتتكون من اصفار ووحايد. الاصفار والوحايد دي بمجرد ما رقم واحد فيهم لو اتغير بالغلط هو ده اللي ممكن يسبب لك ايرورز بعد كده زي الشاشه الزرقاء او غيرها. رامات بقى الاي سي سي وظيفتها انها تمنع حصول الغلط ده. طب هل هي بتمنعه بنسبه 100%؟ اكيد لا، ولكنها بتمنعه بنسبه اكبر من الرامات العاديه. طب هل انت بقى هتلاقي اصلا رامات لابتوب اي سي سي؟ انا دورت عليها ما لقيتهاش، والرامات اللي موجوده كلها في مصر بتاعه اللابتوب هي رامات عاديه. فما تدورش في موضوع الاي سي سي كتير، لان صدقني مهما دورت صعب جدا انك تلاقي اصلا رامات بتاعه لابتوب من فئه الاي سي سي. كده بقى احنا نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الجميل، تنزل حالا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، وتعمل شير للفيديو عشان غيرك يستفيد. كان معاكم علي عيد، سلام عليكم.